ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله مش معانا ديزاين جديد، الديزاين ده عملناه قبل كده مع بعض. والنهارده ان شاء الله انا طالعه برضه نتكلم فيه، عشان انا يعني حبيت جدا ان انا عملته لحد تاني، لان انا خلاص كنت مفتقده الامل ان حد تاني هيعمله غير العيله دي. هي كانت عيله رسميه خلاص، كانوا متخصصين الديزاين ده للعيله كلها. طبعا هم عارفيني انا بتكلم عليهم هم مين. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي احنا بنعمل الكيك معايا مقاس 18. وزي ما انتوا شايفين كده الكيك معانا ما شاء الله مستوي وجميل جدا. الوش انا بقشره عادي وما فيهوش اي حاجه خالص. وزي ما انتوا شايفين طبقه الكيكه خارجه نظيفه وسليمه ما فيهاش اي حاجه. معايا طبعا الطبقات بتاعه الكيك، هبتدي اني انا اشتغل عليها. بحب اسقي الكيك عندي بميه وسكر بس. الناس اللي حابة تضيف لبن مفيش مشكلة، هو الموضوع كله على حسب الراحة. لكن انا عشان بطلع اوردرات ببقى عايزة الحاجة لو قعدت عند العميل طعمها ما يغيرش، فافضل حاجة بستخدمها المية بالسكر بس. وكمان مش معمولة على النار يعني، مية وسكر عادي. يعني بالنسبة للمقدار، عشان البنات اللي سألتني على المقدار، كوباية مية عادية خالص من الفلتر، يعني مية فترة، وعليها 3 معالق من السكر والحبيبات، بقلبهم في بعض وخلاص بستخدمهم عندي للتسقية. وزي ما انتوا شايفين كمان الحشوة بتاعتنا النهاردة مكسرات. انا بشتغل على حسب طلب الكلاينت، وعلى حسب ما هو حابب ان انا اشتغل في الكيك بتاعته انا بشتغل. الكيك عندي كانت نص فانيلا ونص شوكليت. الفانيلا كان حابب ان هو يضيف فيها اضافات، حطيت كده في الطبقة الاولى طبقة فراولة، والطبقة التانية طبقة توفي. هو الديزاين سهل جدا يا بنات، اللي هيشوفه هيفكر ان هو صعب جدا ومتعوب عليه، سهل جدا والله. للبنات اللي حابة ان هي تجرب ان شاء الله هتعرف ان هي تعمله بطريقة سهلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده الكيك معايا ما شاء الله تحفة جدا، وطبقات الكيك عندي سميكة، وكمان طبقة الكريمة عندي سميكة عشان احنا حاطين حشوات المكسرات. طبعا اي حشوة زي المكسرات او زي البسكوت او زي الفواكه، لازم بعد ما نحط طبقة الفواكه او بنحط فوقيها طبقة من الكريمة عشان نمسك الطبقات ببعضها. ما ينفعش احط من فوق طبقة بسكوت واحط عليها على طول الكيكة، مش هتمسك البسكوت مع الكيكة خالص. لازم نحط قطعة كده من الكريمة عشان الطبقات تمسك في بعضها زي ما انا بعمل كده دلوقتي. وما شاء الله الكلاينت كان طالبها اكسترا مكسرات، وكنا عاملينها مكسرات بندق ومكسرات لوز. ما كانش متوفر عندنا عين جمل في الوقت دوت، واشتغلنا على اللي كان موجود معانا. هنا بقى نسيت وحطيت طبعا صوص فراولة على الشوكليت، وعادي هشيلها خالص ما فيهاش اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين الارتفاع بتاع الكيك معانا عالي، فلازم بقى الكيك المرتفع ده لازم نريحه في التلاجة او في التبريد زي ما بقول لكم. لازم يرتاح معانا في الفريزر عشان يبقى نعرف نشتغل عليه وهو متماسك وكويس جدا وما ينهارش معانا، عشان الجو اللي احنا فيه حار جدا. شايفين ما شاء الله الطبقات بتاعة الكريمة باينة نفس الطبقات بتاعة الكيك، يعني ما شاء الله سميكة زي طبقات الكيك بالظبط. ده هنا يا بنات كده كان تاني يوم بعد ما حطيت عندي الكيك في التبريد اللي هو الفريزر مش التلاجة. زي ما انتوا شايفين انا بحط الاول على الكيك طبقة من الاسترتش كده اول كيس، وببتدي ان انا ادخل الصينية فيه، وعشان لما اجي اقلبها تتقلب معايا بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين بقى شريط الصور انا عاملاه ازاي. انا قلت قبل كده برضو في الفيديو اللي فات دي صور عادية خالص صغيرة، وببتدي ان انا اجمعها مع بعضها. برصهم كده قدامي على الترابيزه، وابتدي ان انا احط عليهم لزق استريتش اللي هو اللزق الشفاف العادي خالص زي اللي في ايديا مثلا دوت، بس الحجم الكبير. وببتدي ان انا الزقهم، وابتدي ان انا اخليهم كلهم شريطه واحده. ليه بقى انا بعمل كده؟ لاني انا طبعا لو رحت المطبعه عشان اعمل حاجه زي كده هو مش هيعرف يعملها لي. ثانيا طبقه الاستيكه هتكون عازله عندي عن الكيك والكريمه، كأن بالظبط حاطه طبقه شريط فاكيوم. الفاكيوم اللي هو الشفاف اللي احنا بنستخدمه على الكيك اللي هو بتاع الشوكليت واللي بيستخدموه اغلبيته في كيك المحلات، لانه بيبقى سهل جدا وخفيف جدا في الاستعمال وما بياخدش معاهم حشو كتير.
فهي الفكرة هنا انت كأنك بتشتغلي كده بطبقة فاكيوم، احنا حطينا على طول على الكيك. اول ما العميل هيجي يبتدي يقطع في الكيك هيشيل عادي الشريط دوت بتاع الصور كأنه شريط فاكيوم، وهيقطع الكيكة كأنها كيكة عادية خالص جدا ما فيهاش اي حاجة. هي الفكرة هنا سهلة جدا، لو انت مبتدئة هتعملي الطريقة دي تحفة جدا. وعايزة اقول لكم مش متعوب عليها، يعني انت كمان ايديكي لو ما عرفتيش تظبطي الشارب اتش بتاعها ما فيهاش اي مشكلة، هتطلع معاكي برضو حلوة. وهنا كده ببتدي ان انا اظبط معايا بالسكرابر، وهنا بظبط بقى لو في صورة متدارية وانا عايزة ابينها، ببتدي اعمل كده بالسباتولا، اشيل كده الاجزاء اللي انا عادي عايزة اشيلها، وبعد كده ابتدي امشي عليها تاني بالسكرابر. الديزاين سهل جدا، ولازم تعملي عازل ما بين الصور والطبقات الكريمة او الكيك بالشريط اللي انا قلتلك عليه دوت، هيبقى حلو جدا وهيبقى سهل معاكي، وهيبقى حلو كمان لما تيجوا تشيلوه هيبقى بيتشال زي شريط الفاكيوم بالظبط. بجيب هنا منديل واشيل بقى عندي الزيادات اللي هي في قلب الصورة، عشان انا عايزة الصورة تبقى واضحة معايا وتكون كاملة. هجيب بقى بعد كده عندي داست، ده داست فضي، وهجيب عندي مذيب الدست. لو مش متوفر عندك مذيب دست تقدري تستخدمي ميه عادي مفيش اي مشكله. بس بصوا انا بحط هنا قطرات، يعني انا بحط حاجات خفيفه جدا، مش تحطي كميه كتير عشان ما يسيلش معاكي. وعايزه اقول لكم ان انا برضو حاطه حاجات بسيطه، وهتشوفوا ان هو سايل معايا، فعادي اوريدي ان هو يحصل معاكي يعني موقف زي ده. بس انتي ما تخففيش بس الدست كتير عشان يبقى معاكي سميك كده وما يسيلش معاكي. لو مش متوفر عندك داست قلنا نستخدم ميه او فانيليا سايله، او كمان روح الليمون، اي حاجه سايله تكون ينفع ان انت تسيلي بيها الداست من اللي انا قلتلك عليهم دولت. وبعد كده هستخدم فرشة عندي، طبعا انا مخصصاها لشغل الكيك، ويا ريت تكون ناعمة عشان ما تطلعش معاكي بالكريمة. ولو حسيتي ان هي بتطلع معاكي بالكريمة تقدري ان انت تدخلي الكيكة عندك الفريزر لمدة 10 دقايق تتشمع معاكي، او التلاجة، بحيث ان هي الكريمة تتشمع ما تطلعش معاكي في قلب الفرشة. وهنا كنت بحط ايديا كده في المية وانزلها عندي في السبرينكل عشان اتحكم انا في التوزيعة بتاعة السبرينكل، انا عايزاه بشكل معين كده، وعايزة اداري بيها كمان اماكن معينة كانت صوابت معايا الدست نزل معايا اجزاء كده كنت حابة ان انا اداريها. فده بس كان شكل الديزاين بتاعنا النهارده. طبعا حطيت الشمع وحطيت الكيو ار زي ما الكلاينت طلب، وده كان شكل التورته بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم كالعاده ما تنسوش تسيبولي لايك. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.